أولا بالنسبة للعلماء لا يعرف عن عالم بأنه يصمت أو يسكت مثلا في الفتن والمصائب وفي الابتلاءات، وإنما يبينون. لكن الناس وللأسف الشديد في الغالب أن كلام العلماء ثقيل عليهم، ولذلك ما يرغبون في كلام العلماء. لماذا؟ لأن العلماء لا تطوحهم العاطفة ولا يطيرون مع كل من طار، وإنما يعطون الناس الحلول الصحيحة منطلقين من كتاب الله ومن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومستقرئين للتاريخ ومستنطقين للواقع، ولديهم من النضوج الشيء الذي قد يكون بعض الناس ما يستمع لهم. بعض الناس يريدون من يطيرهم، بعض الناس يريدون من يستفزهم، بعض الناس يريدون من يعني يسلمون عقولهم إلى أناس فيضيعونهم ويضيعون بلدانهم وأوطانهم. هذا هو الواقع. ولذلك العلماء غير صحيح بأن العلماء يسكتون، إنما يبينون. لكن الناس ما يريدون الحق، أحيانا يريدون اللي يوافق هواهم، يريدون من العالم. هم الآن لما يستفتون بعض العلماء والعالم يجيبه منطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن تقدير المصالح، ما يرغب. وبعدين لما تقع الفأس بالرأس وتحصل المصائب يقول العلماء يسكتون. غير صحيح. العلماء في القديم والحديث يبينون الحق ويمشون، ما عندهم ما يعني قضية يلزمهم والله تعالى يقودون الناس بالسلاسل إلى هذا الأمر. لا، يبينون الحق. لكن للأسف الشديد أصوات العلماء العقلاء الناضجين ضعيفة في الفتن أمام هذا الضجيج من الباطل اللي يستخف الناس ويطير الناس ويخرج الناس. نسأل الله العافية. العلماء كلامهم موجود وفتاواهم موجودة، وللأسف الشديد مثل ما يعني هو الحاصل الآن قضية والله إنه والله ما نسمع لهم، يعني تسمعهم على أساس يوافق هواك مثلا، هذا غير صحيح. المسألة الأخرى أحيانا فيه حالات يجب فيها الصمت، يعني ليس بالضرورة الكلام في كل شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الفتن ماذا قال؟ قال من صمت نجا. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وطبقه كثير من الصحابة عمليا في الفتن التي حصلت. سعد بن أبي وقاص هذا العملاق من عمالقة الصحابة اللي كان مرشح للخلافة بعد عمر بن الخطاب ورفض هذا الشيء، أخذ خيمة وطلع برا خارج المدينة وقال لأولاده أخبروني إذا ولي خليفة آتي فأبايعه. طبق عمليا من صمت نجا. فالصمت أحيانا في معرض الجواب جواب، الصمت في الفتن جواب، أحيانا الصمت في الفتن جواب. لماذا؟ لأن ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل أمر يخوض الناس فيه يكون صحيح. غير صحيح. الصمت أحيانا من دين الله عز وجل، من دين الله. ولذلك بعض الناس الآن يروج يقول لك قال صلى الله عليه وسلم الساكت عن الحق شيطان أخرس. أولا هذا مو بحديث، هذا ليس حديث. الساكت عن الحق شيطان أخرس ما في شيء اسمه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني، صاحب الشرع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا، من صمت نجا. هذا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني بعض الناس وللأسف يعني يرمي بالتهم جزافا على العلماء، وهذا غير صحيح. العلماء ولله الحمد يقومون بأدوارهم ويبينون الحق، لكن للأسف بعض الناس يريد العالم أن يفتي على ما في هواه، على ما يريد هو، وإذا ما أفتى على ما في هواه رماه بالتهم أو يعني قال بأنه ما يتكلمون. العلماء أمناء، العلماء أمناء. ولذلك الله ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل ماذا قال؟ قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والنصوص في هذا كثيرة وما يعقلها إلا العالمون. لكن للأسف الشديد يعني مثل ما بينت بأن الناس ما يلجؤون للعلماء لأن العلماء ما يوافقون هواهم، والكلام العلماء ثقيل في الفتن بالذات. ليش؟ لأن ما يحقق أوطارهم اللي يريدون من خلالها تحقيق بعض مرادات النفس وأهواء النفس. أسأل الله أن يهدي الجميع.